النهاردة ضيفتي مش ضيفة، هي ممكن تكون يعني مش عارفة أقول إيه والله، بس يعني صديقة كفاح وصديقة عمر وحد يعني أنا كنت محظوظة إن إحنا كنا في نفس الوقت بنعوم مع بعض، وحد أنا I always looked up to، صاحبتي وصديقة كفاحي فريدة عثمان. هاي فوفي. صدق ان انا هنا معاكي اصلا. أخيرا. بجد إيه يا فريدة؟ كل ده عشان تكلميني؟ مش فاهمه. كل ده عشان كوين نفرتيتي؟ سميني فرتيتي خلاص. أنا دلوقتي خلصتي كوين نفرتيتي. لا فريدة I'm so happy you're here. ثانك يو. وبجد يعني أنا من أول يوم قلت لك إن أنا هعمل shift happens you have been very supportive، فأنا بجد 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 I'm very grateful for that. لا I'm شكراً. so proud of you بجد. انا عارفه انت بتتكلمي عن الموضوع ده من واحنا صغيرين تقريبا، فاخيرا عملتيها ودلوقتي it's the perfect timing الصراحه. شكرا يا فريدة بجد. I really really appreciate your support throughout the whole journey، ف thank you for being you، وشكرا إن أنت كنتي معايا كل السنين دي، يعني I never get the chance to tell you فقدام كل الناس. بجد I'm very grateful for you. كنت بجد محظوظة إن أنا كنت بعوم في نفس الوقت اللي أنت بتعومي فيه. والله انت يعني you made all البطولات لذيذة لا والله. ومفيش pressure وانت موجودة. أول ما مشيتي بقى ايه كله pressure وكله عياط وكله حياتك اتغيرت أول ما أنا بطلت. لا we're always so proud of you، وانت مش هيجي منك تاني بجد. you're a legend and you'll always be تاريخ يعني ما فيش منه بجد. وانا مبسوطة قوي 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 ان انا I was part of it يعني. thank you for being you and thank you for being this kind of star. Thank you. طب خلينا بقى نخش في في الشيفتس بقى. هسألك بس سؤال بنسأله لكل حد بيجي shift happens، لو هتوصفي نفسك في كلمة واحدة هتكون ايه؟ strong. and you really are. يعني حاسة بجد الأبطال دايما بيبانوا في الأوقات الصعبة. يعني طبعا كل حد عايز يجيب ميدالية، كل واحد عنده هدف، كل واحد عايز يعني يكسر أرقام، بس البطل بجد اللي بالرياكشن بالحاجات الوحشة اللي بتحصل له، فاهمة؟ اللي هو حاجة كان نفسه فيها مثلا. بالظبط ما جاتش فتبطل وخلاص، يعني تفضل قاعد تحت ولا تقوم، صح. فاهمة؟ وتحاول تفايت فور ات وتوفركم ات وتحقق حاجات أحسن. وده طبعا حصل لك اكتر من مرة throughout your career انا عارفة. يعني حصل كتير قوي قوي قوي. ماشي خلينا قبل ما نخش بقى في الشيفت دي عايزة اعرف، او انا عارفة يعني بس برضه خلي الناس تعرف، مش لازم انا يعني، بس السباحة بالنسبة لك ايه؟ السباحة الصراحة فتحت لي أبواب كتيرة قوي، يعني بجد من وأنا صغيرة وأنا بحب المية وبحب المنافسة. يعني حتى خلتني شخصية أصلا يكون عندي منافسة، حتى لو بنلعب بورد جيمز أو أي حاجة اللي هو لازم أكسب، فاهمة؟ وأتخانق مع أصحابي وبتاع. بس لا السباحة الصراحة يعني حياتي كلها، بس في نفس الوقت يعني دايما بفكر نفسي إن أنا مش سباحة بس، صح. يعني السباحة دي حاجة بعملها بس مش شخصيتي، مش أنا. فيعني افرضي مثلا يوم من الايام هبطل، مش عايزه احس ان انا خلاص ما بقتش ولا حاجه عشان السباحه وقفت، فاهمه؟ صح 100%. يعني ده حقيقي قوي، بس يعني بيبقى صعب برضو، بس هي عشان الايدنتي بتاعتك growing up سباحة بتكسبي وبتنزلي بطولات، فأنا فاهمة يعني اللي انتي بتقوليه. طيب خلينا نخش في ترانزيشن أنا عارفة إن هو كان صعب جدا 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 عليكي، ومش متخيلة انتي عديتي بيه ازاي، ومتأكدة إن هو لسه بيأثر فيكي. الأولمبياد بتاعت باريس كان ترانزيشن كبير جدا جدا في حياتك، ممكن تحكي لي ايه اللي حصل؟ بصي هو انا يعني حياتي كلها بتمرن الاولمبياد، فاهمه؟ يعني لندن، ريو، طوكيو، باريس بقى كانت اللي هي الرابعه، اللي هو انا خلاص كبرت وبقى عندي مور اكسبيرينس، وحتى فيزيكلي ومنتلي بقيت احسن قوي. فطبعا اللحظه دي يعني انا خلاص جاهزه ان انا perform my best، اجيب ارقام. اتأهلتي وخلاص انتي متأهلة وبتتمرني بقى ان انتي خلاص عندك في شهر 7 الأولمبيكس بتاعت باريس. بالظبط. وبعدين في السباحة في انت عارفة الاي كات والبي كات واللي هو يونيفرساليتي والحاجات الرولز دي، بس عشان انا بجد البنت الوحيدة دايما، فكان اوتوماتيك ان انا هروح، فاهمة؟ الاولمبيكس الأولمبيكس عشان هو التأهيل في مصر ان يعني للناس يعني اللي مش فاهمة، ان لو ما فيش حد جاب الاي او البي كات فالبنت اللي عندها اي كات قريب من الاي او البي كات هي اللي بتروح. ففي كيس فريدة كانت هي اللي جايبة البي كات صح؟ اه يعني اوكي كان عارفة جزئين على الاي كات. انا عارفة ايوه هارد بريكنج برضو. في السباحة الأجزاء من الثانية هي الصراحة بتفرق أوي، انت عارفة ممكن يكون كلنا نفس الرقم بس من أول للأخير أجزاء من ولا حاجة الثانية. ايوه.
خلاص قالوا لي ان انا خلاص راحة، رحت استلمت اللبس وخلاص رحت اتصورت كل حاجة. باريس، كل حاجة يلا بينا. قبليها ب10 ايام بالظبط جالي مكالمة اللي هو احنا جالنا ايميل اللي انت يمكن احتمال ما تطلعيش، فسافري روما بكرة. كان عندك بطولة ورايحة من أو معسكر ورايحة من المعسكر للبطولة؟ لا انا كنت خلاص خلصت كل بطولاتي بقى، وبحضر اخر 10 ايام اللي هم بتوع التيبرينج عشان اسافر الأولمبيك. باريس. بعدين جالي مكالمة اللي هو ايه ده، احتمال ما تسافريش عشان الرقم، في حاجة في الرقم بتاعك، فسافري روما بكرة. سافري اعملي رقم ايوه قبل البطولة ب10 أيام. اوكي، سافري روما بكرة، حاولي تجيبي الاي كات بالظبط عشان ايه نكون مضمون. وانا انت عارفة في السباحة انت ما ينفعش تجيبي ارقامك القياسية على طول، انت طبعا في تيبر. في بروجرام انت ماشيه عليه بقالك اصلا بالظبط 3 سنين للحظه بتاعه الاولمبيكس، فاكيد بالظبط. مش فجاه هتغيري كل ده. وكنت لسه عامله جيم اصلا فاهمه، يعني كمان عشان سباحه سبرنتر فلازم الراحه عندي التيبر بيبقى اطول عن اي حد تاني، انت مثلا ديستنس التيبر الموضوع بتاعك كان بيبقى اقل. فكنت لسه عامله جيم وكان بيقولوا لي اسافر تاني يوم، وانا في مخي اللي هو ازاي، بس ماشي هحاول يعني عشان مش عايزه احس ان انا ما عملتش بالظبط قصرت، وكنت عملت المستحيل والباقي على ربنا. يعني خدتي قرار ان انت هتسافري، مش اللي هو لا يا جماعه انا عارفه انا لا متاهله، مفيش الكلام ده. لا سافرتي. طبعا البيت كله منهار وكله متشقلب. انت اصلا كنت حاسه بايه في اللحظه دي؟ لا انا مش مصدقه انه بجد في ثانيه بكره الصبح لازم اسافر بطوله، احاول اجيب الاي كات عشان اروح اولمبيكس اللي بعد ده انا اسبوع. حياتي كلها بتمرن لها فاهمه. وطبعا بقى مامي من كتر ما انا يعني قصرت فيها الصراحه عياط وانكزايتي، وانت عارفه انا لما بيجيلي انكزايتي ما بعرفش الموضوع بيبقى اتنفس قوي. فصراحه كان موضوع تقيل قوي عليا، حتى ما عرفتش انام خالص. فمامي قررت ليتشلي ليلتها انا هاجي. انا هاجي معاكي عشان ما ينفعش اسيبك كده بجد. فبس تاني يوم هي سافرنا. هي اصلا دي الحاجات اللي الناس بجد ما تعرفش عنها حاجه، ان انت بيبقى عندك حاجه كبيره قوي بتحصل، والناس بتبقى فاكره فريده متعوده، هي شاطره، هي جامده، هتروح البطوله وتكسب، بس انت behind the scenes انت you're breaking down. يعني الموضوع مش سهل. لا بتعملي ايه اصلا؟ يعني ازاي اصلا خدتي قرار ان انت تسافري وانت في الستيت دي وتعرفي تروحي تنزلي السباق؟ بجد مش عارفة، ربنا اداني كده زي قوة من جوه، ومرة واحدة الانكزايتي راحت. أول ما قررت إن أنا خلاص هروح، مرة واحدة الانكزايتي راحت، مرة واحدة حسيت نفسي لأ أنا هروح وهعمل المستحيل وإن شاء الله ربنا معايا، عشان ربنا عمره ما هيضيع مجهودي. you put on فريدة on a mission. انا عارفه فريدة on a mission ده بشوفه كتير. وبعدين مامي جت معايا، فطبعا كومفورت زون، طبعا فده ساعدني قوي. طبعا. بس ونزلت السبق وبجد كنت قريبة قوي منه، given ان انا كنت محملة ومش عاملة ولسه عامله تمرين. الجيم اول بالظبط. امبارح فقلت خلاص انا عملت اللي عليا. نزلتي وما عملتيش الرقم. ما عملتش الرقم، بس ليتشي كنت قريبة قوي given ان انا ما هو رقمك اصلا، يعني انت اصلا الرقم ده بتاعك يعني بالظبط. فقلت خلاص ربنا قرر ان هو ده اللي هيحصل. فيعني حتى رجعنا من روما جالنا مكالمة واحنا هناك في المطار خلاص راجعين القاهرة. طب انت ساعتها عرفتي ان انت خلاص مش رايحه اولمبيكس، ولا كان لسه في لا امل؟ كان لسه كلنا بقى بنحاول، احنا كل ده قبليها ب10 ايام. متخيله برضو التايمنج مهم قوي، عشان مثلا يعني لا لو قبلها ب3 شهور عادي هتعرفي تتقبلي الموضوع، بس لو انت عارفه ان انت كمان اسبوع المفروض تبقي في باريس في the biggest sports event، وفجأة كل حاجه بتتغير حواليكي، انت اكيد اصلا مش عارفه تفكري بطريقه صحيه يعني. ايوه. بعد كده بقى كلمونا في المطار، قالوا لنا جالنا ايميل ان خلاص فريدة راحة. هتروحي. you were طبعا jumping out of excitement. بالظبط. من اللو طلعنا هاي مبسوطة فرحانة، الحمد لله ربنا مش هيضيع مجهودي، هروح باريس ان شاء الله. تعالي اتصوري واستلمي اللبس بتاع الاولمبيكس. رحت اتصورت استلمت اللبس وشفتي كل الناس وكل الرياضيين وكل حاجة. كل حاجة تمام. ايه حد جالي قال لي لا احنا قرينا الايميل غلط. شايفه انا بضحك دلوقتي بس والله كنت بعيط يعني. بس لو قرينا حسيتي بايه ساعتها؟ ايه عارفه اللي هو مش مصدقه ايه قريته ايميل غلط، يعني ايه قريته، عارفه اللي هو انا مش مصدقه حد بيقول لي قريت ايميل غلط. you're panicking بقى، كنت اكيد متوتره جدا من اللي بيحصل.
فكلمت مامي طبعا قعدت اعيط ف لا ده هاي لو اه في ساعات يعني. بالظبط. ف ولا حاجة، روحت قعدنا نشوف بقى هنعمل ايه، هنحاول نلاقي راوت تاني اللي هو يونيفرساليتي عشان انا البنت الوحيدة فاهمة. قعدنا بقى ندور على سولوشنز، كل واحد عمال يكلم التاني فاهمة، لحد ما هو literally اللي هو انا بروح اتمرن ومش عارفة لا ايه اللي هيحصل نكست هو فاهمة ده اصلا يعني. صعب قوي يا فريدة عليكي ان انت تبقي حاسه ان انت احتمال ما تروحيش بس بتقومي نفسك. بالظبط. it takes so much of an athlete ان هو يعمل حاجه زي كده. يعني حتى بصراحة كابتن شيف حبيب وقتها ما كانش مصدق انا ازاي بتمرن جامد كده. قولي له انا فريدة عثمان. لا ما كانش عارف انا ازاي بتمرن جامد كده، وانا اللي هو ممكن بكره يقولوا لي انا مش مسافره عشان انت بعد كل ليجند ده والله فاهمه. بجد بجد. فدي بقى حاجات كتير قوي عرفتني حاجات على نفسي كشخصيه بعيدا عن السباحه فاهمه. وبعدين بقى يوميها بالليل مامي اللي كلمتني، كل شويه كنت عماله اسال ها لسه مستنيين فبقى السسبنس فاهمه، وانا الايموشنز يعني مش صدقه اللي بيحصل كده في 48 hours فاهمه. مامتك بقى عرفت بس هي اللي عايزه تقول. مامي لا، عشان هي I think قالت لهم انا اللي هقول لها، فكلمتني عشان كنت عارفه ان لو حطني قال لي كنت يعني فاهمه. فانا معرفش ممكن اكون ايموشنال شويه دلوقتي، بس اللي هو literally كلمتني قالت لي بصي يا فريده انت خلاص مش رايحه literally كده. واكتر حاجه اثرت فيا ان literally عيلتي كلها رجعوا من الشغل فاهمه. انا ممكن اعيط انا اعيط اصلا literally كل حد ساب شغله وجالي عشان البيت. هم عارفين الموضوع بالنسبه لك مهم قد ايه يعني. فكره حلم يتكسر بعد تعب يعني مش حاجه سهله. هم ماشيين المشوار معايا كله من وانا صغيره فاهمه، طبعا. هم عارفين. فليتشي كله ساب الشغل، رجعنا البيت طبعا كله بيعيط في البيت فاهمه. وبعدين بقى طبعا قعدنا نفكر ان ربنا يعني ما كانش عايز يروح. عماله افكر اللي هو لو كنت رحت كنت ممكن اكون مصابه هناك، اتصاب حاجه وحشه تحصل فاهمه. فالسيناريوز بقى في مخي عماله افكر يعني ليه ده بيحصل اكيد فاهمه. طبعا وغصب عنك انت مش قادره تتقبلي الموضوع. انت بقالك 3 سنين ده كل او مش 3 سنين يعني عمرك كله بس من ساعه طوكيو. عشان عارفه ان انت برضو الاكسبيرينس بتاعتك في طوكيو كانتش بالنسبه لك احسن حاجه. فكنت بقى عندك اللي هو انا عايزه اثبت نفسي وعايزه اعمل تاني ومش تثبتي نفسك لحد. انت كده كده ما شاء الله تاريخك بيتكلم عليكي يعني. بس انت كنت بينك وبين نفسك اكيد عايزه تثبتي نفسك ان انت تقدري تنجحي مره كمان. ايوه. ففجاه تلاقي كل ده بيروح. وفي ثانية فاهمة، والهاي اند لو هاي اند لو. يعني انا حكيت الموضوع كده بسرعة بس في تفاصيل لا فاهمة. احكي لي التفاصيل انا عايزه اعرف التفاصيل عشان برضو لما حكيتي لي اول مره كان الموضوع لسه فريش فما كنتيش قادره تحكي قوي. فانا عايزه اسمع منك التفاصيل. احكي لي كنت حاسه بايه الدي تو دي بتاعك كان ايه. لا يعني طبعا اول ما جالي الخبر ده يعني بقول لك احنا كلنا في البيت بنعيط تقريبا. مامي بتحاول تصبرني وطبعا قفلت موبايلي بقى علشان ايه مش ميديا يعني لا ما كانش لسه الميديا عارف. اوكي كنت لازم اطلع بيان، فاكره الموضوع ده. افتكرت. فالناس عماله تقول احنا سامعين فريده يمكن ما تطلعش ايه اللي بيحصل، الناس تتكلم كتير. فقلت انا هطلع بيان احكي. لا لسه ما كانش احكي التفاصيل. كان اللي هو بيان اللي هو انا مش مسافره، قدر الله مش هيفعل خلاص ايوه كان في بوست كده. ايوه اوكي بالظبط. فبرضو اما تكوني في ستيت دي ولازم تعملي بوست عشان الناس، دي برضو مش سهله خالص. يعني انا في ستيت دي انا مش عايزه حد يكلمني، عايزه اقفل موبايلي. بس في ساعتها كنت لازم اللي هو لا سويتش بسرعه اكتب بوست عشان الناس تعرف ان هو فاينل خلاص انا مش رايحه. بالظبط. عشان بقى مش عايزه كلام فريده سافرتش ليه يعني فاهمه. كنت بتحاولي تكت اول ذا توك وان هو خلاص يا جماعه فاينل انا مش مسافره. بالظبط. وبعد بقى ما عملت البوست ده بقى قفلت موبايلي خالص. مش برد حتى على اصحابي ولا اي حد. كان فاكره حتى وقت الساحل وكده كان اصحابي كلهم عايزين يسافروني الساحل عشان برضو افك شويه. بس تبعدي شويه. بالظبط. انا الصراحه كنت منتلي طبعا دريند جدا اكيد. درين جدا وايموشنال بطريقه عشان بقول لك الهاي اند لو هاي اند لو فاهمه. وبعد كده بقى this is when I decided اللي هو بجد I need a break from swimming. يعني حاسه ان mentally انا بقالي 25 سنه بعوم بنزل بطولات. ومن وانت عندك 10 سنين بتكسبي فانت دايما all eyes on you. فريدة لازم تكسب. بالظبط. وفي الوقتها بقى حسيت اللي هو عارفه اللي هو
يعني maintaining ويلا يلا كملي عادي you can do it بتاع. وموضوع باريس ده بقى فاهمة مرة واحدة مش قادرة طبعا مش عايزة خلاص اتكلم. انفجرتي اكيد، اه وحسيتي اللي هو انا تعبت قوي من البريشر، وتعبت قوي من ان انا دايما لازم اعمل كويس، وتعبت ان انا دايما لازم اكسبلين ماي سيلف. اكيد هتبريك داون في لحظه، فكانت مم. لحظه باريس دي هي اللحظه اللي انت خلاص بالظبط. قررتي ان انت مش تعملي اي حاجه، اه هتقعدي مع نفسك. عملتي ايه بقى ساعتها؟ يعني بصراحة قلت لنفسي ان انا محتاجة بريك، حتى مش عايزة حد يكلمني على السباحة، مش عايزة اصلا ابص على المية ولا التمرين ولا البسين ولا مدربين، حتى قلت كابتشين ما تكلمنيش انا بحبك بس ما تكلمنيش. انا عمل open vacation. بالظبط فاهمة for now يعني. وبعد كده بقى اللي اصعب كمان قلت خلاص انا هروح الساحل يعني فاهمة. الناس بقى بالظبط. دي بقى حاجة تانية خالص ما كنتش متوقعاها قوي كده. يعني الصراحة الفيديو عملته it went viral فاهمة. فاكره ايه وبعدين بقى تروحي على الساحل بقى والناس نون ستوب ايه اللي ايه حصل، اللي ايه اللي حصل حصل. قولي لي ايه اللي حصل انت ار يو اوكي ليه ما رحتيش عارفة بقى اسئلة نون ستوب نون ستوب. فده اصلا كان دايما بيفكرك بحاجه انت اصلا مش عايزه تفكري فيها، عايزه بالظبط. تنسيها، يعني it's already playing in your head اه وانت مش عايزه تفكري فيها، وبتحاولي تلاقي يعني escape بره الموضوع. فكل شويه حد عمال يتكلم معاكي and you have to be nice. عمرك ما هتبقي بالظبط. rude. كنت بتتعاملي مع ده ازاي؟ يعني بصراحة عارفة كنت برد على قد السؤال عشان برضه يفهموا ان انا مش عايزة اتكلم، بس في ناس ما بتفهمش برضه بتسأل اسئلة. بس بصراحة انا قابلت في الصيف ده فاكرة أيوة. جولاي سبتمبر literally non stop of asking ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل ايه اللي حصل فاهمة. وبعد كده هو بقى الموضوع اصلا كومبلكس جدا بالنسبه لك وحساس جدا بالنسبه لك، ف you don't want to talk about it. طب عايزه اسالك، لما الاولمبيكس كانت بتحصل كنت حاسه بايه؟ انا قلت لنفسي ان انا عايزة اتفرج علشان I go through the emotions. طبعا ما كنتش يعني عايزه تسبريس الايموشنز بتاعتك. بالظبط انا مش عايزه ان انا ما اتفرجش وما اعرفش اي حاجه، بالعكس انا قلت لنفسي هتفرج وعايزه اعرف كل حاجه وعايزه اعرف كل التفاصيل فاهمه كل سباقاتي وكل واتفرج على السباقات ومين بيكسب مين ارقام ايه وعارفه كل كده عشان اطلع كله. حسيتي بايه؟ لا كان الموضوع صعب قوي طبعا، يعني بجد صعب قوي 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 بس قلت لنفسي انا محتاجه اعمل ده عشان حتى بس ده يعني خطوه شجاعه منك جدا ان انت تعرفي تواجهي حاجه بالسرعه دي. يعني ما كانش مثلا 3 شهور بعد كده حصلت اولمبيكس، it was just a week later. فصعب قوي ان انت تواجهي ده وتبقي شايفه كل حاجه المفروض انت كنت تبقي فيها يعني. لا وكمان بقول لك احنا في الساحل كمان كعيله برضو، يعني بنحاول نتبسط بنحاول نضحك كل ده، بس تحسي احنا كلنا كعيلة عارفة اللي هو قلبنا تقيل فاهمة، وكله حاسس بيا كله حاسس بالتعب اللي انا برضو يعني بتضحكي بتهزري بس انت من جواكي طبعا موجوعه جدا من اللي حصل يعني. يعني looking back طبعا دلوقتي بقول الحمد لله ان ده حصل عشان انا بجد حصل لي شيفت فاهمة بعد ده. بس لا وقتها كانت صعبة قوي صعبة قوي قوي قوي، مش قادرة اتخيل الصراحة. مم. طب ال بيرس شيفت ده كان خطوة كبيرة قوي قوي في حياتك، علمك ايه عن نفسك؟ يعني بصي صراحة أنا قلتلك بعديها أنا كنت هاخد بريك، يعني ممكن أتمرن ممكن كده، بس قلت لنفسي أنا مش هنزل بطولات، يعني حتى mentally ما كنتش قادرة إن أنا يكون عندي pressure والexpectation إن أنا على طول أنزل أجيب ميداليات. فأنا قلت لنفسي أنا هاخد بريك وهشوف اللي هيحصل فاهمة. ما كنتش عايزة مثلا أدي ديدلاين لأي حاجة، كنت عايزة أسيبها كده وشوف إيه اللي هيحصل. وايه الفكرة اللي كانت مسيطرة عليكي في الوقت ده، الوقت ان انت بتحاولي تتقبلي الموضوع وانت مش متقبلاه؟ الصراحة يعني بقولك taking a break و being away من العالم بتاع السباحة والعالم الرياضة ده ساعدني قوي. كنت حاسة ان ده اللي انت محتاجاه بعد كل البريشر والمشاكل اللي انت كنت بالظبط كنت بتمري محتاجة أبعد، وكنت محتاجة أكون حوالين السبورت سيستم بتاعي، أهلي بقى وأصحابي عشان انت وأفكر. دخلتي في مرحلة صعبة جدا نفسيا، فما فيش اي حد يقدر يقف جنبك في الوقت ده غير اهلك. بالظبط ده اللي انت كنت بتعمليه في الوقت ده. بالظبط فكنت بعمل كل حاجة بتبسطني، أسافر عايزة أسافر عايزة أخرج فاهمة حاجات كده بقى، اللي هو ما كنتش بفكر في السباحة أصلا، وقلت هسيبها كده لحد ما أشوف how I feel. وقلت لنفسي حتى انا هكتشف حياتي بره السباحه، ما احنا من واحنا صغيرين واحنا بنعوم ايوه طبعا سباحه. فدلوقتي انا قلت this is the time ان انا actually هكتشف نفسي بره السباحه.
وحسيتي بايه ساعتها؟ حياة تانية. حياة جميلة جدا. يعني بعيدا عن السباحة الحياة جميلة جدا، مفيش بريشر، مفيش يعني طبعا لا الحياة يا كلها بقى فيها بهزر ضغوط. بقى. لا بس طبعا اه يعني انا فاهمه قوي ان الحياه بره الرياضه اكيد قد ايه بتبقى اول ما بتسيبي رياضه بتبقي حاسه ان انت مبسوطه، بس طبعا دي حاجه بتجري في دمك يعني. ايوه طبعا. قعدتي بقى كده قد ايه؟ قعدتي بعيد واخده البريك ده قد ايه؟ يعني 8 9 شهور مثلا. اه ده لونج بريك يعني. اه اوكي، ما لونج كنتيش لونج. بتقربي من الميه؟ ما كنتش عايزه تعملي لا حاجه؟ كنت بعوم بس من غير هدف ان انا عندي بطولة. ايوه اوكي، بتنزلي بس فاهمة اللي هو ايه to enjoy بالظبط. الميه يعني، مش اه ما فيش حاجه you have your eyes on ولا اي حاجه. بس برضو يعني اخدت وقت كتير انا انزل المية تاني. طبعا يعني حتى طبعا. ان انا ابص على البسين اصلا البس بليه ونضارة ده لا مش عايزة. فاهمة. طب احكي لي عن اول مره بعد يعني نزلتي الميه بعد باريس، بعد الشيفت بتاع باريس. حسيت ان السباحة وحشتني. يعني انا عارفة ان الحياة في الرياضة عامة صعبة ضغوط وفاهمة. especially لما يكون حد في اللي انتي وصلتي له، يعني في الليفل اللي انتي وصلتي له. لا غير كده حتى يعني سفر وبطولات وعلى طول وغربة. تمارين فاهمة، وغربة برضو يعني بعيد عن أهلك وأصحابك، وحتى كنت عايشة بره فاهمة، فاللي هو مش بلدي فاهمة. يعني تضحيات كتيرة قوي. وحسيت اللي هو أول ما السباحة اتشالت حسيت اللي هو لا أنا هعيش حياتي بقى. فاهمة قصدي هكتشف حياتي بره. عملتي هكتشف حياتي بره السباحة. سافرت بقى وخرجت واللي انا عايزاه اعمله، وبصراحة يعني اهلي كانوا سبورتيف جدا ان هم فاهمين ان هو ده اللي انا محتاجة اعمله علشان اعرف ارجع فريدة طبعا كإنسانة مش فريدة طبعا. السباحة فاهمة. بس وبعدين بقى حسيت ان السباحة وحشتني فقلت انا هنزل كده اشوف من غير اي بريشر فاهمة. مش عايز يعني مش عايزة اقول لحد ان انا اصلا نازلة مية فاهمة. انا قلت هنزل كده وسي وانتي هاو تشوفي انتي عايزة بالظبط تعملي ايه. فاهمة. ونزلت وحسيت ايه ده لا يعني انا اوكي. طب حسيتي ان انتي لسه جواكي حاجة عايزة تعمليها؟ صراحة يعني 50 فراشة دخلت الأولمبيكس. أخيرا بعد كل ده دخلت اخيرا الأولمبيكس. بجد. فطبعا يعني مخي بيشاور فاهمة اللي هو ايوه ايوه. يعني اللي هو ها نعملها ولا ايه عارفة اللي هو بقى رايح جاي رايح جاي. بس قلت لنفسي انا مش لازم اقرر حالا. لا لا. مش لازم ضغط مش لازم expectation. انا هنزل اعوم and see how I feel. عجبني الموضوع يلا بينا. حسيت نفسي لا انا حياتي بره السباحه عجباني اكتر. هي فن جدا. خلاص. انا بقول لك انا جايلك من هناك وبقول لك. فعارفه سايباها يعني على ربنا اللي هو بجد مش هقرر اي حاجه دلوقتي يعني. ما فيش حاجة لازم تقرريها دلوقتي طبعا، يعني كفاية أصلا اللي انتي مريتي بيه. يعني أنا مش قادرة أتخيل السنة اللي فاتت دي كانت عليكي عاملة ازاي يعني. يعني بصراحه حاسه ان السنه اللي فاتت دي اتعلمت حاجات كتير قوي عن نفسي. زي ايه بقى؟ يعني انه هو انا بجد فريده كشخص غير فريدة السباحة فاهمة. برضه فريدة السباحة انت لازم تعملي بيرسونا ان انت برضه ما توريش فاهمة حاجات شخصيتك معينة في ايوه. في حاجات توريها في حاجات ما توريهاش. حسيت نفسي كده يعني لايت كده. حسيت نفسي خفيفة. حياة برضه من غير ضغط على طول برضه في السبوت لايت دي حاجة متعبة جدا. فما I took a step back literally مدة سنة. تحفة الصراحة. بجد بعيدا عن كل ده ريتشارج خطير. بالظبط حسيت ايوه نفسي بجد I'm recharging واكتشفت حاجات انا عايزه اعملها اصلا بعد السباحه. ايوه ايوه. طب فريدة عايزة أسألك، احنا بسبب الرياضة الحياة اللي احنا عشناها احنا متعودين دايما ان احنا لما نقع لازم نقوم بسرعة. في الموقف ده انت عرفتي تقومي بسرعة ولا أخدتي وقتك؟ يعني هو بصراحه بصي وقتها اول ما جالي خبر انا مش راحه طبعا عماله افكر بقى في المجهود والتمارين والغربه والتعب سنين سنين مره واحده خلاص مش راحه فاهمه. فوقتها طبعا انا كنت شايفه حاجه قدامي يعني لما جم قالوا لك خلاص انت باريس اولمبيكس باريس انت مش رايحة، ما بالظبط كنتيش بقى خلاص مش عارفة بروسس اصلا؟ مش عارفه بروسس ونو واي اعرف افكر ان انا هقوم فاهمة. يعني ايوه كنت انا لسه في عايزة اسألك، وقتها كنت اصلا متخيلة ان انت هتعرفي تقومي من الوقعة دي؟ يعني صراحة أثرت عليا جامد وحسيت إن أنا مش عارفة لو هعرف أقوم مش عارفة لو هعرف أكون عايزة أرجع السباحة أصلا فاهمة. عشان كده قلت نفسي أنا هسيب نفسي المساحة آخد بريك لحد ما actually mentally أبقى أوكي إن أنا أبص على المية تاني. ايوه فاهمة متخيلة اشوف المايوه أشوف بلون الضوء. بالظبط فاهماكي فاهمة. الصراحة. طب لو حد
بيمر بحاجة شبه كده، لو حد كان عنده حلم واتفشفش قدامه واتكسر قدامه في لحظة زي ما حصل معاكي، تقولي له ايه؟ بصي يا الصراحة عندي اليقين ان ربنا عمره ما هيضيع مجهود حد، واما يكون عندك الايمان ده بحس انه يعني طبعا هتكوني زعلانة ومتأثرة ومتدمرة بس هتعدي. انا بصراحة بحس ان كل حاجة بتعدي. طب كنت ساعات حاسة في لحظة الموضوع اولمبيكس بتاع باريس ده ان هو هيعدي، ولا في لحظتها كانت في الدنيا لحظتها ضلمة؟ الصراحة كانت الدنيا ضلمة خالص، بس واحدة واحدة حسيت نفسي ان انا اوكي، انا احسن النهاردة احسن النهاردة احسن النهاردة، فاهمة؟ يعني خدتها يوم ويوم، مش لازم اقرر ان انا خلاص الشهر الجاي هبقى تمام. ايوه انا فاهم. التي اخدتها ستيب باي ستيب، فاهمة؟ اللي هو مش من 0 ل 100، خدتها خطوة بخطوة. طب واللحظة اللي نزلتي فيها المية بقى بعد 9 شهور، حسيتي ان انتي اتصالحتي مع الفكرة بتاعت باريس، ولا لسه لحد النهاردة بتأثر فيكي؟ يعني بصي، حاسة ان انا طبعا احسن بكتير. يعني بصي بكلمك في الموضوع ايوه، لا انا طبعا. فاكرة اول ما اتكلمنا اه يعني. يعني اول ما حصل فاكره كنت بكلمك تقريبا مش عارفه اتكلم اصلا. دلوقتي اللي هو عارفه ايوه الموضوع اسهل بكتير ان انا اتكلم فيه. وبصراحه يعني حاسه ان كان درس، فاهمه؟ يعني اتعلمت ان انا برضو السباحه مش حياتي كلها، في حياه كبيره قوي بره السباحه. فحسيت انه الشفت ده حصل لي عشان اعرف اشوف فريده الشخصيه او فريده كشخص بره السباحه. وبحس قوي يا فريدة كمان، يعني ربنا عمل كده علشان وادر يعني امتى التايم لاين بتاعك ان انت تريتاير فروم السباحة، ان هو يعرفك الايدنتيتي بتاعتك مش بس في الرياضة. فلو في درس فعلا احنا طلعنا بيه من الموضوع ده، ان انت فريدة السباحة حاجة تحفة وتاريخ خطير، وفريدة بقى البني آدمة فلة وفن ولذيذة وعندها حياة هتبقى حلوة قوي 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 ان شاء الله بعد السباحة. ان شاء الله. طب ايه اكتر حاجة ساعدتك تطلعي من الشيفت بتاع باريس 2024؟ الصراحة الناس اللي حواليا دي دايما بقول السبورت سيستم بتاعك هو اللي بجد ممكن يوديك في داهية او يطلعك السما، ده فاهمة؟ حقيقة، ده يعني حقيقة. بصراحة عيلتي، مامتي وبابايا واخويا وحتى اصحابي، يعني ايوه بجد اصحابي وقفوا جنبي واهلي وقفوا جنبي بطريقة، يعني اي حاجة مؤثرة عليا، فاهمة؟ هم موجودين. ايوه. فبصراحة من غيرهم ما كنتش هعرف يعني اطلع من اللي انا فيه واقوم وارجع اقوى. وانا برضو كنت في امريكا وقررت ان انا خلاص هعيش في مصر ليه بعد. بقى قررت احكي لنا بقى الموضوع ده؟ انا عارفة الموضوع ده مهم قوي بالنسبة لي. يعني انا بقالي في امريكا 11 سنة. كتير قوي كتير قوي. انا رحت قوي. 2013 رجعت 2024، يا نهار ابيض. فاهمة؟ انا عارفة اصلا كمان انت قريبة قوي من اهلك اصحابك، بتحبي حياتك هنا، فاكيد ده طبعا كان فيه فومو رهيب اصلا وانت هناك. يعني فومو. وطبعا ان انا بشوف اصحابي برضو بيسافروا ويعملوا ما عايزينه وانا بمس اوت كل حاجة. بس عمالة افكر نفسي انا بعمل حاجة مهمة، انا بعمل حاجة مهمة، واللي هم بيعملوه هيبقى موجود اما اخلص. هيقدروا يعملوا، هيقدروا يعملوه وحتى لو ما بيعملوش انا هقول انا لهم. هعمله. فاللي هو يعني وقتها بقى بعد باريس وكل ده انا قلت خلاص انا مش عايزه ارجع امريكا تاني. انا منتلي محتاجه ارجع كنت في بلدي مع عيلتي، هوم كومفورت زون مع اصحابي، فاهمه؟ فحسيت ان الخطوه دي كانت مهمه عشان منتلي وسايكولوجيكلي اعرف ارجع طبيعيه. ايوه، عشان انا فاكره اصلا ان انت كمان towards the end of وقتك في امريكا كنت درين جدا من اه كل حاجه، كنت محتاجه ان انت ترجعي، يا اما خلاص هتقفلي اصلا من الرياضه تماما ومش تبقي عايزه تكملي يعني. بالظبط. يعني هي امريكا طبعا حلوه طبعا والتمارين طبعا انا فاهمه يعني والله قوي. كويسه جدا، بس برضو انا يعني عارفة وصلت it's only you، لمرحلة الموضوع صعب. وصلت لمرحلة اللي انا يعني التمرين لازم يبقى كويس بس emotionally لازم ابقى مبسوطة. يعني انا عمري ما هعرف ابرفورم لو انا مش مبسوطة بس التمارين هايلة. فكنت بقى خلاص واصله لمرحله التمرين حلو قوي، بس انت ايموشنلي خلاص بالظبط. مش مبسوطه، ف... especially كان بعد ما اكيد ما اتخرجتي من الجامعه، اه ان خلاص ما فيش فريق وكده، ده اكيد كان مؤثر عليكي يعني. ايوه، لا كان الموضوع اصعب بكتير، بس عمالة ادوس على نفسي هنا احسن، مش التمارين يعني بطولات اهدافك، فاهمة؟ كل ده بفكر نفسي بيه. بس بقولك وصلت للمرحلة اللي انا لا انا عايزة اكون هابي. فاهمة؟ ايوه يعني محتاجة اكون مبسوطة في حياتي برضو. يعني لو مش مبسوطة في الحياة يا بس سباحة، ايه اهميتها؟ فاهمة؟ بالظبط، ايه في اهمية الاخر هي السباحة؟ رياضه يعني. بالظبط. فحسيت ان وقتها ان انا خلاص انا هرجع مصر. انا فاكره اصلا ان انت لما رجعتي you performed very well after when you took some time ان انت بتتمرني في مصر وسط اه اهلك. ساعتها انا حتى اتكلمنا قلت لك تحفه ان انت عملتي كده اه عشان انت كنت محتاجه ده.
يعني انا بصراحه حاجه صعبه مثلا هنا ان انا في امريكا عندي فريق وكل حاجه موجوده structure سيستم وكده. اما رجعت مصر الايموشنال طبعا كان هايل يعني structure. بس ما فيش سيستم. فدي كانت حاجه لازم اعملها لنفسي، لازم طيب الاقي مدرب يوراني بتاع فيتنس بتاع نيوتريشن بتاع فاهمه. حاولت اعمل you built السيستم بتاعي اللي كان هنا، بس للاسف كنت بتمرن لوحدي صعب قوي. completely بقى. ايوه صعب قوي بجد. ممكن تتكلم عن الموضوع ده عشان الناس فاكره ان it's a piece of cake عادي زي فريق مرة. ممكن تحكي لنا قد ايه الموضوع صعب؟ هو اصلا السباحه يعني لعبه ممله جدا يعني ايوه كل حد عارف. انا عايزاكي تقولي الحاجات اللي behind the scenes اللي الناس مش عارفاها وبيفتكروا ان هي it comes easy. يعني انت بتضحي كتير قوي 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 عشان تعملي كل اللي انت بتعمليه ده. يعني بصي احنا بنتمرن سنين عشان نحسن اجزاء مش ثانيه، يعني اجزاء ولا حتى ثانيه. ولو حسنتي اجزاء ده انت عملتي انجاز. واو. واو فاهمه اللي هو بتتمرن سنين على 25 ثانيه صح. فاهمه اللي هو تظبطي فيهم كل حاجه. فطبعا بريشر مرعب يعني. وبرضو التفاصيل كلها بتفرق، يعني اللي هتنامي ازاي، هتاكلي ازاي، فاهمه الجيم ازاي، كل التفاصيل بتفرق في الاخر في البرفورمانس بتاعك اوفرول. طبعا فاما رجعت هنا بقى ان انا اعمل كل ده لوحدي، وانا اللايف ستايل بتاعي مختلف تماما عن اصحابي. طبعا. هو بقى خروج وسهر وكده، وانا لازم انام بدري عشان عندي تمرين بكره ماشي بقى الصبح. 9 بالظبط مش هبان. لا وبجد اتخانقت معاهم خناقات كتير قوي، انا عايزه اروح مش عايزيني اروح. لا انا عايزه اروح انام، محدش عايز يروح هما انام. بيبداوا خروج وانت داخله تنامي اصلا. بالظبط. فحاجات بقى كده دي اللي كانت صعبه، ان انا لازم اعمل السيستم كله لوحدي هنا وبتمرن لوحدي. زي ما بقول لك برضه السباحه يعني ممله، مش جدا مش ألذ رياضه خالص بصراحه. يا جماعه ما تطلعوش مصر. فطبعا أنا اعمل السيستم كومبليتلي لوحدي هنا برضه لايف ستايل مختلف. مش مثلا حتى ما كانش عندي اصحاب رياضيين قوي برضه فاهمه، فاللي هو اللايف ستايل كومبليتلي انا لوحدي غير أيوة. التمرين. طبعا. فلا الموضوع كان لا صعب صعب قوي. قوي قوي قوي. طيب انا يعني انا بتاثر قوي بالقصه دي. فيعني انا دلوقتي متاثره بس انا بجد فخوره بيكي. انا عارفه قد ايه الشيف ده وجعك وتعبك وكان صعب قوي عليكي، بس طبعا انتي دايما بتفاجئينا والحمد لله انتي احسن دلوقتي. خلينا بقى نتكلم شويه عن البريشر في الرياضه. احكي لي ازاي البريشر كان جزء بيضغط عليكي قوي نيجاتيفلي throughout your career وتعاملتي معاه ازاي؟ انا عارفه ان انت بعد طوكيو اخدتي قرارات معينه كده عشان بسبب الضغط والسوشيال بريشر اللي كان عليكي والميديا بريشر اللي كان عليكي، ونتيجه القرارات دي كانت ايجابيه. فاحكي لي بقى عن البريشر ده كان ايه دوره في كاريرك يعني؟ بصي هو انا 2017 كنت معايا في البطوله، كانت احلى بطوله في العالم، كانت اول ميداليه جبتها في بطوله عالم كبار. ايوه طبعا مش هننسى اليوم ده. مش هننسى فرحه اليوم ده. وصريخ وفاهمه كله مبسوط جدا وعياط. وعياط. بعديها بقى حسيت ان الناس متوقعه على طول ان انا كل ما انزل بطوله لازم اجيب ميداليه، وده طبعا بيأثر عليكي منتلي. انت طبعا برضه يعني human being فاهمه، انسان يعني ما ينفعش تبرفورم all the time، دي مش حاجه طبيعيه. وفي نفس الوقت انت عشان تعملي بس اصلا الانجاز اللي انت عملتيه لازم تمرني دبل. بالظبط. مش معنى يعني ان انت عملتيه خلاص تقدري تعمليه بسهوله بالظبط تاني. هتكون الناس مش محتاج فاهمه ده. هتكون محتاج التمارين دبل فاهمه او تريبل كمان عشان تعرفي توصلي نفس المستوى. فده صراحة أثر عليا منتلي قوي. وانت عارفة الانكزايتي اللي بتجيلي يعني وقت البطولات ليلتها ساعات أنا ممكن ما نمش. انا عارفه قصه محتاجه الناس تعرفها عشان برضه محدش يعرفها. في بطوله العالم 2019 في ال50 دولفين انت خدتي تالت. قبليها بيوم انت كنتي في المستشفى. ممكن تحكي لي على ده؟ ما بقول لك بقى 2017 كانت أول بطولة أول ميدالية. اهي 2019 بقى الناس عشان انا كلها ما جيتش معاكي. عشان انت معايا، الناس كلها متوقعة إن أنا هجيب ميدالية تانية. ايوه ووقتها أنا الصراحة ما كنتش بشتغل مع سبورت سايكولوجيست خالص، يعني كان أنا ونفسي فاهمة. فبقى التفكير والاوفر ثينكينج واللي هو ايه اللي هيحصل بكره يا لهوي. وعشان كمان انت اوريدي جايبه من سنتين الميداليه دي فعليكي ضغط قوي انت حتى حاطه على نفسك والميديا حاطه عليكي ان انت لازم تجيبيها بكره تاني. صح. فطبعا بقى مخي شغال اوفر ثينكينج، عمال افكر ايه اللي هيحصل بكره، افرضي ما جبتش ميداليه الناس هيقولوا عليا ايه، ما ينفعش، لا لازم. اما بقى دخلت في دوامه بقى دوامه بقى. فحسيت نفسي مش عارفه اتنفس خالص، مره واحده حصل لي بانيك اتاك وانا في الاوضه لوحدي من غير انا اسفه والله كانش بايدي، كان عندي اصابه. حسيت نفسي عندي بانيك اتاك، قمت كلمت
المدرب قلت انا محتاجه اروح المستشفى حالا. ده ليلة الفاينل. ليله الفاينل يعني انا تاني يوم عندي السبق، فاهمه؟ وده كان على فكره الساعه 1 2 الصبح، عشان عماله اقول نفسي هتنامي هتعدي، ده يوم وهيعدي، عارفه؟ عماله بقى اقنع نفسي بحاجات ومفيش فايده، مفيش حاجه بتشتغل خالص، فاهمه؟ فرحت المستشفى. انا اصلا كان عندي صوره، فاكره صوره؟ أنا فاكراها، أنا الصورة دي أصلا اه اترعبت لما شفتها، اترعبت بجد، ما اه فهمتش أصلا. يعني انا نايمه في السرير حاطين وفي لك أكسجين. اكسجين بالظبط عشان اعرف اتنفس، وانا بقى اللي هو انا نو واي انزل السبق تاني يوم بالمنظر اللي انا فيه ده، أنا استحاله. أصلا لما شفت الصورة دي قلت هي أكيد بكرة خلاص كده مش هتنزل يعني. فاجئتينا زي ما بتفاجئي. مرة واحدة برضه، عارفة؟ بعد بقى ما مشيت قعدت افكر بقى، يعني انا جبت اخري كده، يعني مفيش اوحش من كده بقى. ما بقول لنفسي انا مفيش اوحش من كده، انا يعني اوحش من كده خلاص هموت، فاهمة؟ يعني مفيش اوحش من كده. فعمالة اقول لنفسي يعني it's only uphill from here، فاهمة؟ اللي لو هو if I make it to the final أنا كده تمام خلاص، بالظبط يعني اديتي لنفسك المينيمم اللي انت هتتبسطي بيه. بالظبط. فحتى كنا ما نزلتش 50 حركة كانت الصبح، كانت فاكرة؟ يوميها. الصبح ما نزلتش 50 حارة، قلت خلاص انا هسيب ماي انرجي وهنزل 50 دولفين بالليل. انا طبعا بقى انا السوشيال ميديا بقفلها في البطولات طبعا عشان لو فتحت هتأثر يعني فاهمة؟ لا ما ينفعش. متخيل. ف يعني قلت لنفسي ان بقول لك خلاص انا مفيش حاجة في ايدي، فمرة واحدة حسيت ان البريشر راح، عشان انا بجد كنت بموت امبارح. فلو خلاص فاهمة؟ فعلا مفيش خلاص اوحش من كده. بالظبط مفيش اوحش من كده. وين بقى بس برضو انا صاحيه في يعني قلق، هابينس، ايوه طبعا. فاهمه؟ انا امبارح بالليل انا في المستشفى وصاحيه بحاول يكون عندي انرجي، عارفه؟ باخد عسل، بحاول يكون عندي ايوه يعني عندك power. فاينل بطولة عالم بالليل، فيعني بالظبط. بتحاولي تعملي اي حاجه عشان بس ايه تبقي في رايت ستيت يعني. انا دايما عندي المشكله بتكون كل حاجه قبل ما اقف على السايت. هو ليتشي يعني بالساعات من اول ما اصحى لحد ما اقف على السايت، هي دي المشكله اللي عندي. اول ما بقف على السايت خلاص انسي كل حاجه، انا أيوة. تمام. بس ما بقولك ده فريدة عثمان سويتش ده عندك لو دايما بس على حد فكرة. يوصلني لحد ستارت وانا تمام. وقتها بقى حسيت انا مش عارفه افكر في حاجه مره، كل النيجاتيف توتس راحت. كل النيجاتيف ثوتس راحت، ومره واحده تحسي انا نازله هكسب. انا كنت عارفه ان انا هكسب من قبل ما انزل، ما شاء فاهمه؟ الله. بجد مره واحده حسيت اللي هو ايه الهبل اللي انا كنت بعمله امبارح ده؟ ايه الهبل بجد؟ الحياه مش مستاهله كل ده، والحياه ابسط من كده. مره واحده بقى جالي التفكير ده. جالك تفكير ان انت بتلعبي رياضه وبتحبيها وعايزه تتبسطي and you want to enjoy yourself، وحاسه ان انت الحمد لله ربنا مديكي موهبه فعايزه تتبسطي بيها، فدي كانت الثوتس اللي مسيطره على مخك بس بقول لك وانا على الستارت لحظتها. قبليها ايمن اصلا عايزه بدقيقه. اعرف ازاي انت برضو يعني it takes a very strong mindset to think that way، يعني بتعملي ايه؟ عايزين نعلم الصغيرين. لا يعني انا بقول لك صراحه انا قعدت افكر اللي هو يعني كنت بموت امبارح، فانا يعني هعمل ايه اوحش من كده؟ في ايه ممكن امر بيه يبقى اوحش من اللي انا عملته امبارح بالليل، فاهمه؟ صح. فده بجد اداني ريليف، calmness كده. كالم، اللي انا خلاص فاهمه يعني هعمل ايه تاني؟ وعمتي لا وبعدين قعدت اقول لنفسي هو انا ليه قلقانه من الناس هيقولوا ايه؟ صح. هم ساعدوني في ايه عشان اوصل من اللي انا فيه؟ it's me and only me. يعني قصدي يعني قعدت بقى افكر، فاهمه؟ you shifted your mindset لحته بقى اللي هو انا ليه عامله على نفسي اصلا كل البريشر ده من ميديا هي اصلا ملهاش اي دور في اللي انا عملته يعني. بالظبط. بس ونزلت كسبت وكسبت. ايوه وانا عارفه انا عماله ابص على الساعه ايه، عارفه اللي هو عم ببص يعني اكتر من مره عشان اتاكد انا مش قدها. ببص عند اهلي واخويا وكده كله فاير وكله برافو. لا بقى مش بجد مصدقه، فاهمه؟ والله خطيره بجد. لا مش يعني القصه دي برضو بالنسبه لي من الحاجات اللي دايما بتعلم معايا في الكارير بتاعك. ما هو دي بقى الحاجه اللي بقولها، انه يعني اي حد ممكن يكسب ميداليات، اي حد ممكن يجيب فاهمه ارقام ويعمل انجازات، بس قصدي انتي بتعملي ايه في الاوقات الصعبه؟ ايوه ما ده اللي انا قصدي، يعني ده اللي بالنسبه لي اهم من اي حاجه، عشان احنا 80% من الكارير بتاعنا مومنتس صعبه. المومنتس اللي بنكسب فيها دي بتبقى مش قليله، بس احنا الرياضه بتاعتنا برضو انت شهور عشان توصلي ليوم معين وميداليه معينه،
it takes so much. فيعني انتي بجد ما شاء الله عليكي خطيرة خطيرة بجد. طب عايزة أسألك، بتحسي إن الميديا البريشر اللي الإعلام بيعمله والناس حاطة عليكي خلاكي في وقت بتكوني مش حابة الرياضة أو مش عارفة تتبسطي بيها؟ انا في الاول خالص كنت بقرا بقى كومنتس، بقرا كل الناس اللي بيقولوا عليا وكده، وحسيت ان هو بجد بيأثر على تركيزي. حتى في وقت البطولات قررت ان انا قبل البطولة بشهر انا مش على السوشيال ميديا اصلا، وقت البطولة انا مش على السوشيال ميديا اصلا، افتح بقى بعد فاهمة اكون خلصت وشوف الانجازات اللي عملتها فاهمة. بس بجد حسيت ان وقتها انه ما ينفعش اخلي كلام الناس يأثر فيا كده صح فاهمة يعني. صح. عشان هما ما يعرفوش حاجة وما يعرفوش انت تعبتي قد ايه وبتمري بايه ولا اي حاجة. بالظبط، وانا قلت لنفسي اصلا انا هخلي الكلام اللي يأثر عليا من الناس اللي انا بحبها وعارفين المشوار اللي انا مشيته. صح يعني مدربي، اهلي، اصحابي، هم عارفين معايا every day، بيشوفوا انا بعمل ايه كل يوم. بيشوفوا التضحيات اللي انت بتضحيها عشان توصلي اللي لو انت هم فيه. عندهم حاجة وحشة يقولها لي هسمع صح فاهمة. صح بس اي حد انت مش عارف انا عملت ايه عشان اوصل اللي انا فيه ده. صح وبعدين الناس دايما بتشوف الحاجات الحلوة، بس انا في مليون حاجة وحشة حصلت عشان اعرف اوصل للحلو ده. صح صح اه 100%. طيب انا عارفة ان انت بعد طوكيو قررتي ان انت مش عايزة يبقى عندك اي سبونسرز، مش عايزة تعملي اي حاجة، عايزة تحبي الرياضة تاني. ايه اللي حصل خلاكي تاخدي القرار ده؟ انا طوكيو صراحه ما كنتش احلى حاجه منتلي، انا كنت تمرين فيزيكال تمام واحسن تمرين اتمرنت وكده، بس منتلي ما كنتش تمام خالص. كان وقت بقى كورونا وما كانش فيه خروج، كان وانا في بصراحه انفلونس كتير قوي برضو. وكان فيه restrictions، وانا بصراحه انا يعني بحس ان انا حياتي كلها ما ينفعش ابقى سباحه، انا محتاجه حتى اروح اتعشى في حته، اروح اشوف حد عايز تخرجي عايز تتبسطي فاهمة، مش محتاجة يكون عندي حياة برا السباحة عشان أعرف أبرفورم. وقتها بقى كورونا ما كانش فيه الكلام ده خالص، وكان تمرين صبح وبعد الظهر وبعد الصبح وبعد الظهر، وبجد كان منتلي أنا ما كنتش تمام خالص. وقتها بيك طوكيو كان عندي بيك سبونسرز فاهمة، اوكي. كان كله بقى متوقع ان انا خلاص هجيب ميدالية وان انا فاهمة هعمل احسن ارقام وكده، وما حصلش عشان انا منتلي ما كنتش تمام. حسيت انا على فكره بعوم لنفسي اولا، يعني انا بحب السباحه لفريده. ايوه غير طبعا السبونسرز دي حاجه مهمه جدا اكيد طبعا. وطبعا يعني I appreciate كل اللي عملوه معايا وكده، بس وقتها حسيت ضغط مش بطريقه ايجابيه خالص يعني، ولا هيلثي خالص فاهمه. وحسيت ان انا خلاص العقود كلها بتاعتي بتخلص، انا هاخد الفتره اللي جايه دي ان انا بعوم لفريده. وعايزه ترجعي تحبي الرياضه اللي انت حبيتيها وانت طفله. انت كنت في وقت اكيد حاسه ان ده شغل، انت بتعملي كده عشان انت محتاجه توصلي لحاجه، فكنت مش عارفه تنجوي اكيد. بالظبط، يعني وقتها وقت الفيك سبونسرز حسيت ان انا بجد ده شغل، وان انا مش مبسوطه ان انا بعوم. هل حسيتي في وقت ان انت عايزه تبطلي من كتر الضغط اللي السبونسرز والميديا كانت حاطه عليكي؟ بصي وقت طوكيو بصراحه يعني الحمد لله طبعا انا كان عندي سبونسرز، والحمد لله ان الناس كانت بتدعمني جامد قوي. بس وقتها كنت حاسه ان السباحه قلبت شغل، يعني ما بقتش احبها، ما بقتش يعني كنت لازم افكر نفسي انا ليه ابتديت السباحه فاهمه. كنت بترجعي للبنت الصغيره اللي جواكي بقى. بالظبط، فكنت بفكر انا ليه بحب السباحه. فوقتها كمان كان في سبونسرز، بقول لك حسيت ان انا بشغل قوي كنت كارهه السباحه. فحتى وقتها كان اصلا العقود بتخلص، وقلت ان انا خلاص يعني محتاجه بس احب السباحه تاني، وافكر نفسي انا ليه ابتديتها من الاول. كنت مبسوطه اكتر وحاسه ان انت مستمتعه بالرياضه اللي انت بتعمليها وعايزه تدي. اكيد كنت في وقت بقى خلاص لو انا مش عايزه ادي ولا عايزه اعمل اي حاجه تاني يعني. يعني بالظبط، يعني موضوع السبونسر ده مهم جدا، وبجد انا بشجع اي حد يكون عنده سبونسر في مشواره، والدعم ده مهم جدا عشان بجد اي رياضه تكون مكلفه قوي طبعا. انا بس وقتها حسيت هو انا عندي سبونسر بس ده بيزود ضغط. يعني غير طبعا الضغط اللي انا بحطه على نفسي والميديا والناس وكل ده، سبونسرز بقى انا برضه يعني لازم أدي فاهمة، لازم اوريهم هم ليه بيدعموني، فده برضه بيزود ضغط فاهمة. صح. فبعد طوكيو بقى حسيت ان الضغط يعني وصل مليون بقى. ايوه اكيد كنت بتحسي ان الناس مش بتسمح لك ان انت تغلطي عشان بس انت لازم تعملي حاجه معينه. فاكيد ده برضو كان صعب قوي عليكي يعني. كان صعب قوي. وبعدين بقى ساعتها حسيت ان انا خلاص مش هدور على سبونسرز خالص دلوقتي، وهعوم لفريده واخلي فريده تحب السباحه تاني.
وبعديها بقى كان عندي بطولة عالم اللي هي 2022. برضه الحمد لله جبت ودي بقى اللي انا حسيت ان انا بجد بحب السباحة قوي، وحطمت رقمين رقمين في 100. 100 حرة؟ لا لا كانت ايه؟ كنت حطمت رقمين، عارفين 50 فراشة و100 فراشة او حاجة اوكي. كده. تو نيو افريكان ريكوردز يعني. صح. فحسيت ان انا اوكي انا عشان تمام. خدتي قرار صح، بعدتي عن الضغط وحسيتي اللي هو ده اللي انت كنتي محتاجاه، ورجعتي تحبي الرياضة من تاني، كنتي بتعمليه وانت مبسوطة. والناس برضه كانت وقتها بتقول ان انا وحشة في السباحة فاهمة. فما عندكش سبونسر. ما عنديش سبونسر، ناس تقول انا مش كويسة في السباحة، فده مفيش بريشر خالص بقى. حلوة قوي يا جماعة. حلو جدا. طب انا هوريكم بقى. فاهمة. that's such a فريدة move. لا كل مرة. طيب. وقتها اللي هو حسيت مفيش اي بريشر، وبجد كنت بعمل نفسي بس، صح. ومحدش كان عارف انا بعمل ايه اصلا. ايوه. فاهمة. فطبعا البطولة دي كانت من احسن البطولات واحسن ارقام عملتها في حياتي يعني. طب وبعد الموقف ده علاقتك بالرياضة اتغيرت ازاي؟ بعد 2022 لا بعد يعني كل بقى المواقف الصعبة دي، علاقتك النهاردة بالرياضة عاملة ازاي؟ الصراحة حاسة انا برضه 30 سنة فاهمة، فانا بجد بقول لك 25 سنة بعوم. فطبعا اتعلمت حاجات كتير جدا في الابس اند داونز، يعني انا بجد ممكن اكتب كتاب. ده بجد والله ده بجد. فاهمة. فاللي هو لا يعني انا 30 سنة واتعلمت حاجات كتير قوي، وحاسة ان ادتني خبرة عشان مريت بكل الصعوبات طبعا دي. طبعا طبعا. طب وايه اكتر حاجة فاجأتك في نفسك بعد كل اللي حصل، especially الموقف بتاع باريس 2024؟ يعني صراحة حاجة فخورة جدا بيها ان انا فضلت فريدة. يعني عارفة اللي هو انجازات، ميداليات، ارقام فاهمة. اكتر حاجة بسطاني وفخورة بيها ان انا لسه فريدة. يعني لو حد سألك فريدة دلوقتي زي فريدة وهي صغيرة هيقولك يعني مش هيحس التغيير. انا اقول فاهمة. مش هيحس التغيير او كده. فدي حاجة انا بصراحة فخورة جدا بيها يعني. طب هسألك سؤال صعب شوية، لو ترجعي تقولي حاجة لفريدة اللي كانت بتتمرن عشان باريس اولمبيكس بتاعت باريس في 2024 قبل ما تعرفي كل الشيفت اللي حصل ده ان انت مش رايحة، هتقولي لها ايه؟ هقول لها ان كله بيعدي. يعني كله بيعدي. ممكن ما تشوفيش ان الحياة هتحلو بعد اللحظة دي، بس يعني الحمد لله ربنا بيدي الإنسان ان هو ينسى برضه، يسامح فاهمة. يعني دي حاجة طبيعية بالوقت فاهمة. فبحس ان الوقت عامة حاجة مهمة جدا ان انتي تعرفي ترجعي يعني صحتك كويس. صح. طب بتحسي التجربة دي علمتك حاجة عمر الرياضة ما كانت هتعلمها لك؟ أكيد. اكيد. طبعا. طيب لو في حاجة نفسك تقوليها لفريدة اللي عندها 5 سنين، تقولي لها ايه؟ الله. ووفي. هقول لها اتبسطي، والحياة أبسط من كده، ما تاخديش كل حاجة على قلبك. السباحة مش كل حاجة. السباحة مش كل حاجة، وهتبقي كويسة at the end. الله يا بوبي I love it. ماشي. رسالة تقدميها للناس والإعلام اللي بيحط ضغط كبير قوي على الرياضيين بيأثر على مشوارهم. صراحة بحس إن الإعلام والناس لازم يعني يفهموا إن الرياضي بيعمل المستحيل عشان يجيب الميداليات دي ويجيب الإنجازات دي. فدورهم إن هم بجد يشجعوا ويدعموا عن إن هم يحبطوا الواحد. صح. فاهمة. يعني ما نختارش تايتلز تحبط الواحد فاهمة عشان الناس تقرا الارتكل أكتر فاهمة. فبحس وبيأثر بنتيجة سلبية قوي يعني. بالظبط نتيجة سلبية جدا، عشان احنا بجد بنتعب وبنجتهد وبنعمل المستحيل وبنضحي وبنتغرب فاهمة. يعني شجعونا وخلوا الناس تبقى مبسوطة انها بتتفرج علينا وبتتابعنا. ومهما حصل كسبنا أو خسرنا احنا في الآخر بنحاول نقدم حاجة لينا ولبلدنا ولتاريخنا. بالظبط. الرياضة مكسب وخسارة. عمرنا ما هنكسب 24/7 فاهمة. يعني طبعا. زي ما بقولك أنا كسبت أقل بكتير من الخسارة طبعا. والناس مش بتشوف ده. فبحس ان دور الاعلام والناس ان هم يشوفوا
ان احنا بجد نعمل مستحيل عشان نعرف نوصل اللي احنا فيه ده. والوصول أصلا كفاية، مش لازم المكسب يعني. الوصول لبطولة معينة أو النجاح في طريق معين في الرياضة ده خلاص مكسب، لكن مش لازم الميدالية ومش لازم التايتل ومش لازم الرقم. يعني الموضوع أكبر من كده بكتير لا يعني. واكيد احنا برضو عايزين ده. أكيد مش حد عايز يروح البطولة يخسر يعني. بالظبط، فاحنا اكيد عايزين ده، فلو ما جاتش يبقى مش هنعمل لازم ايه؟ نحبط الواحد يعني. بالظبط. طب أكتر لحظة أنت فخورة بيها في مشوارك؟ ويا فريدة لو قلتي بهزر، لو قلتي حاجة غير اللي أنا عايزاك تقوليها. انا خايفه اني واحده دي. لا بهزر بجد. أكتر لحظة أنت فخورة بيها في مشوارك؟ انا حاسه انه مفيش موقف واحد، انا حاسه ان انا يعني بصي أنا عندي 30 سنه دلوقتي، لو سالتيني السؤال ده من 10 سنين كنت أكيد هقول لك طبعا. نفس الرد، فاهمه؟ بس يعني اللي هو انا فخوره ان انا عرفت اقوم بعد كل الصعوبات دي. أيوة. يعني ناس كتير كانت ممكن تبطل تحبط كل ده. لا بس أنا كنت بتكلم على الميدالية، يعني أكتر ميدالية أنت لا فخورة انت بيها. عارفه، اكيد عارفه 2017 أيوة. طبعا. 2017 اول بطوله عالم كنت معايا في الاوضه. وصراحة يعني كانت من أحلى البطولات اللي احنا رحناها. أيوة. الفريق كان حلو، كله بيحب بعض وكله بيشجع بعض، فاهمة؟ لا وخدت تالت عالم، فدي كانت حاجة تحفة الصراحة، ما شاء الله. طيب أنا برضه هسألك سؤال ده، بس انت لسه نجاوب عليه، بس يعني نتأكد أصعب لحظة عدت عليكي أكيد. يس طيب وبعد المشوار بقى الخطير ده ما شاء الله، نفسك الناس تفتكري بإيه؟ عايزة الناس تفتكرني إن أنا غير يعني التايتل بتاع البطلة ده مش بيهمني أكتر من إن أنا أكون شخصية كويسة، شخصية طيبة بساعد الناس. يعني بجد عايزة أسيب legacy إن فريدة عثمان كانت شخصية كويسة، مش مش سباحة. مش بطلة وسباحة، فاهمة؟ عشان كل ده هيروح في الآخر، وفي الآخر هيفضلك الشخص أيوة من جوه، تحفة فاهمة؟ يا فريدة، I love it. كيوت قوي، هعيط تاني. بجد عايزين ليه. طب لو هتلخصي المشوار ده في جملة أو كلمة، مشوار طويل 25 سنة. مشوار لو طويل قوي. ما شاء الله يا فريدة بجد، تاريخ عظيم بجد. كلمة واحدة. لا جملة. جملة. مم. يعني ممكن أقول it's all worth it. طب وإيه حلمك؟ طبعا كده ولا كده ميدالية أولمبية، ده حلم حياتي طبعا، ومن 50 فراشة أخيرا الحمد دخلت لله أولمبياد. بجد. أيوه. بس بنفس الوقت برضو أنا علمت نفسي إن السباحة مش كل حاجة، فجت ما جاتش. فحلمي إن أنا أكون عايشة حياة أنا مبسوطة بيها، وفريدة مبسوطة من جوه. تحفة تحفة. طيب بعد بقى المشوار العظيم ده والتاريخ اللي مفيش زيه والأرقام والبطولات اللي ما تتنسيش، ناوية على إيه؟ وأنا عارفة إن أنت دايما حاجة بتقوليها قوي، إن أنت دايما عايزة تساعدي الجيل اللي بعدك. هتساعدي الجيل اللي بعدك إزاي وبتفكري في إيه؟ بصي هو أنا طبعا مش هعوم forever برضو، أنا يعني بقول لك أنا definitely towards the end، بس لسه القرار ما اتخدش لسه امتى. القرار ما اتاخدش امتى. بس في نفس الوقت حاسه ان انا يعني عايزه اعلم الجيل الجديد كل حاجه كانت ناقصاني وانا صغيره، صح. فاهمه؟ كل حاجه ما كانتش عندي او متوفره ليا وانا صغيره عايزه اديها للجيل الجديد والصغير، علشان يمشوا المشوار الصح من اوله. وما يبقاش صعب عليهم زي ما كان صعب عليكي، بالظبط. عشان انت بتحسي ان انت اكيد لو كان في حد قالك ده ما كانش المشوار هيبقى صعب زي ما هو كان صعب بالظبط، يعني. يعني انا بصراحه الصعوبات اللي انا مريت بيها عشان انا بجد كنت اول واحده اعمل كل حاجه، ايوه مفيش حد قبليه عرفني اي حاجه، مفيش حد وراني الطريق بيمشي ازاي، فاهمه؟ ايوه فكنت لازم اتعلم كل حاجه لوحدي انا واهلي، فاهمه؟ نتعلم كل حاجه لوحدنا. ايوه. فطبعا المشوار كله اتعلمت حاجات كتير قوي، عايزه اعلمه للجيل الجديد، عشان يعني انا مش هعوم forever بقول لك، محتاجه اسلم ايوه باك تو كوميونتي. اسلم الجيل الجديد. طب وبتفكري تعملي ده ازاي؟ يعني عايزه تجيف باك تو كوميونتي في انهي شكل؟ بصي انا شغاله على بروجكت كتير قوي، ان شاء الله في 2026 حاجات exciting جايه كتير هتساعد الجيل الجديد. و I can't wait. يعني صراحه هدفي بعد كل ده ان يعني what you leave behind، فاهمه؟ بقول لك الليجاسي اكتر من الميداليات
صح. فاهمة؟ تكوني واحدة ملهمة للجيل اللي جاي إن هم يحققوا ده وأحسن كمان، فاهمة؟ I can't wait for 2026. يا رب. يعني نفسي تقولي على شفت هابنز هو ايه، بس هنسيب شوية هنسيب كده حماس للناس، بس انا متأكدة ان هي هتبقى حاجة تحفة إن شاء الله. وحاجة هتغير الرياضة في مصر يعني ان شاء الله. إن شاء الله. تقولي ايه لأهلك؟ يعني شكرا مليون ألف 3000 مرة. يعني شكرا، أنا بجد لو ما كانش أهلي موجودين ما كنتش هوصل لده. يعني ده من غير أي شك، فاهمة؟ من أول ما ابتديت لحد دلوقتي وهم في ظهري، وأخويا أنت عارفة أخويا ايوه أخويا معايا في المشوار من الأول، وبابا كان بيجي معايا في البطولات. كل البطولات احمد موجود أيوه فاهمة؟ من اول قطر بجد ليه؟ representing Egypt. فريدة عثمان من مصر. بس لا يعني شكرا، وانا عارفه ان المشوار ما كانش سهل خالص، وهما بجد بجد تعبوا معايا جدا. بقول لك احنا كلنا اتعلمنا حاجات كتير قوي في المشوار مع بعض، عشان كنا اول ناس نعمل كل حاجه، ايوه فما كنتش هعرف اوصل اللي انا فيه ده من غيرهم الصراحة. ايوه هم خطور. ثانك يو فريدة ثانك يو بجد. عملنا كده في ايوه الآخر. اخيرا بجد شكرا 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 قوي ان انت جيتي شفت هابن، على إيه؟ وشكرا ان انت كنت يعني ان احنا شاركنا بعض في المشوار ده، وبجد بجد انا عمري ما كنت عايزه اشارك حد تاني، اتعلمت منك you. وعملنا ميموريز عمرنا ما هننساها. انا دايما فخوره بيكي وتاريخك مفيش زيه، و I can't wait for everything coming up. ان شاء شاء الله. الله. ثانك يو. Thank you فوفي.